تخيلوا معايا واحد الشاب الحلم الوحيد اللي كان عنده انه يمشي لاسبانيا ويقاد الوضعيه ديالو ويساعد الوالدين ديالو. ونهار اللي غادي يتقادوا له الامور ويقول صافي جا الوقت باش نصوفي والديا، نهار اللي غادي يكون راجع في حالاته غيختفي بواحد الطريقه اللي كانت غامضه. العائله ديالو لحد الان ومن بعد مرور عام ما عارفين عليه حتى شي معلومه، واي باب كيدقوا عليها كيلقاوها مسدوده في وجههم. قضيه اللي كلها الغاز من الاول حتى الاخر ديالها. شنو هي هذه القضيه وشنو وقع فيها بالضبط؟ اجي نحكيها لكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان شاء الله تلقاكم هذه الحلقه وانتم في اتم الصحه والعافيه، ومرحبا بكم معايا دائما في قضيه جديده. القضيه ديال هذه الليله هي قضيه اللي خاصه لانها ماشي جريمه اللي بانوا الخيوط ديالها، وانما واحد القضيه اللي المصير ديالها مازال مجهول لحد الان. العائله ديال الضحيه كيحسوا براسهم انهم مظلومين لانه ضاعوا في واحد الشاب اللي ما عرفوش المصير ديالو شنو هو. انا عارفه التعاليق بزاف اللي غيقولوا لي زينب هاد القضيه يلاه دارتها العسكري. فاطمه الزهراء العسكري براسها والعائله تواصلوا مع مجموعه كبيره ديال القنوات باش يسلطوا الضوء على هاد القضيه باش تولي قضيه راي عام. الا كان شي واحد من المسافرين من العاملين اي واحد عنده شي معلومه ما يترددش انه يتواصل معايا ولا مع فاطمه الزهراء ولا مع العائله ديال الضحيه اللي غادي نخلي لكم الرقم ديالهم. قبل ما نبداو القضيه ديال هذا النهار، الحاجه الوحيده اللي غادي نطلب منكم انكم ما تبخلوش على هذه القضيه بالبارطاج باش توصل لاكبر عدد ممكن ديال المشاهدين وهاد العائله ما يبقاوش ضايعين في الحق ديالهم. اكيد الموقف ديال هاد الليله غادي تبدا مع واحد الشاب اللي سميتو مروان المقدم. مروان تولد في مدينه إمزورن في سنه 2005. العائله ديالو كانت واحد العائله اللي بسيطه على قد الحال، هما 5 ديال الخوت. الاب ديالهم كان واحد الراجل معقول بحال جميع ريافه المعقول اللي كنسمعوا عليهم، برغم ان الحاله الماديه ديالهم كانت شي حاجه اللي على قد الحال، ولكن باهم كان كيتقاتل باش يربيهم احسن تربيه. ما خلا خدم في فلاحه، ما خلا خدم في البني، اهم حاجه انه كان كيوفر لهم واحد لقمه العيش اللي كانت حلال. والاب ديالهم كان واحد الراجل اللي معقول ربى ولادو وكان كيحاول انه يقريهم. ولكن مروان بحالو بحال جميع الشباب اللي كيعيشوا في شمال المغرب، ملي كتسولو شنو الحلم ديالك كيقول لك انا باغي نمشي لاوروبا وتحديدا لاسبانيا. الناس الشمال كلشي مضروبين على اسبانيا لان كيلقاو فيها راسهم. مروان رفض انه يكمل القرايه ديالو، حد وصل للتاسع قال لهم ما بقيتش باغي نقرا. الحلم والتفكير الوحيد اللي كان عنده انه يحرق ويمشي لاسبانيا يخدم على راسو. في التاسع صافي ما بقاش باغي يكمل القرايه. ملي خرج الاب ديالو غادي يديه باش يتعلم واحد الصنعه اللي هي النجاره ديال الالومنيوم اللي غادي يدوز فيها المده ديال عام، حتى غادي يجي شهر واحد من سنه 2023. مروان اخيرا غادي يحقق الحلم ديالو وغيتمكن انه يحرق من الناظور لاسبانيا وتحديدا للمدينه ديال مونتريال. اول ما وصل تما بحكم انه كان مازال صغير في السن ديالو ما كملش 18 عام، السلطات الاسبانيه غادي يديه واحد دار رعايه ديال الطفوله اللي خاصه بالقصيرين باش تما غادي يعيش. مروان داك الوقيته كانت عنده 17 عام ونص، فيها غادي يبقى عايش وفي هاد الدار ديال الرعايه غادي يوفروا له بزاف ديال الحوايج، السكن، الملبس، القرايه، بالاضافه للتكوين اللي كان في المجال ديال الفلاحه، لان داك المدينه النشاط الاساسي ديالها هو الفلاحه. ملي كيجي شي واحد قاصر كيحرق لداك المدينه كيكونوه بحيث انه ملي يكبر ويشد الدبلوم ديالو غيخدم في المجال ديال الفلاحه. وحتى مروان بدا كيقرا وكيتعلم وكان واحد كما كيقولوا اللي راسو صغير. ومروان كان واحد الشاب اللي محظوظ لان تقريبا بعد 6 شهور ولا 7 شهور كمل 18 عام، والسلطات الاسبانيه بداو كيقادوا له الوضعيه القانونيه ديالو. اول حاجه داروها تواصلوا مع القنصليه المغربيه اللي كاينه في غرناطه
صوبوا له لاكارت ناسيونال، صوبوا له الباسبور. طبعا العائله ديالو كان ملي كيعيط لهم كيقول لهم خاصني الورقه الفلانيه، خاصني التصويره الفلانيه، خاصني هذا ولا هذا، كانوا كيوفروا له داك الشيء بسرعه. وفعلا ملي صوب الباسبور ولا كارت، السلطات الاسبانيه غادي يصوبوا له شهاده الاقامه اللي تحصل عليها نهار 13 في شهر واحد من سنه 2024. مروان غير شد الوريقات ديالو كان غادي يطير بالفرحه. السلطات الاسبانيه ماشي غير كمل 18 عام خرج من الدار ديال الرعايه صافي ما عندهمش به الغرض، ولكن غيوفروا له واحد السكن هو ومجموعه ديال الشباب اللي كانوا معاه في نفس الدار وتقريبا اللي من نفس العمر ديالو، هما اصلا اصدقاء ديال مروان. وفروا لهم السكن، الملبس، وبقاو كيكونوهم بحيث ان ملي ياخذوا الدبلومات مباشره غادي يدخلوا السوق ديال الشغل. مروان بما انه كان واحد الولد اللي باقي صغير عمرو ما فرق مو باه، غير شد وريقاتو بقى كيتسنى غير فوقاش يمشي يتلاقى خوتو ويعنق الام والاب ديالو. مروان 14 في شهر 4 من سنه 2024 مروان غادي يجي عند العائله ديالو باش يدوز معاهم المده ديال الاسبوع اللي كانت هي العطله ديال عيد الفطر. شد الباطو وغادي يمشي مباشره للميناء ديال بني نصر اللي كاين في الناظور. العائله ديالو كانوا غادي يطيروا بالفرحه، وخصوصا الام ديالو اللي اصلا ما كانتش باغا تفرقوا لانه كان مازال صغير، ولكن ملي مشى لاسبانيا وسهل عليه سيدي ربي وقاد وريقاتو طبعا العائله كلها كانت فرحانه به. غير وصل للناظور لقى الاخ الكبير ديالو كيتسناه، العائله الاصدقاء كلشي كانوا كيتسناوه بواحد اللهفه باش يشوفوا مروان. وفعلا ملي وصل دوز مع الام ديالو المده ديال 6 ايام، بقى كيخرج كيمشي عند العائله كيتلاقى صحابو، ولكن كانت عنده غير المده ديال 6 ايام اللي ما يمكنلوش يتعداها، لان كما قلت لكم هو كان مازال كيكمل القرايه ومازال كيكمل التكوين ديالو. خوه الكبير قطع له البيه ديال الباطو مع واحد الشركه اسبانيه اللي الاغلبيه ديال المغاربه هي اللي كانوا كيستعملوها، واللي كان عندها واحد الخط اللي كيربط ما بين مدينه الناظور ومدينه مونتريال الاسبانيه. هو قطع له البيه ديالو بحيث ان مروان ملي يطلع في الباطو ما عندوش شي شومبر ولا شي بلاصه غيبات فيها، وانما واحد الكريسيات اللي كتكون في القاعه ديال المسافرين. مروان داك ليله جمع حويجاتو واحد الباليزه اللي كانت كتوزن 20 كيلو، لان حتى في الباطو المسافرين اللي كيمشيو على رجليهم كتكون عندهم واحد الكميه ديال الباجاج اللي كتكون محدوده. جمعوا له الشوينطه ديالو، سلم على عائلته. خوه الكبير مشى معاه للمحطه ديال امزورن وغادي يشد واحد الكرون طاكسي اللي داه نيشان لمدينه الناظور اللي غيوصل لها مع 9 ديال الليل. والبي ديال الباطو ديالو كانت عنده مع 11، ولكن ضروري على الاقل خاصو يجيب واحد الساعه او لا ساعه ونص باش هكا يكمل الاجراءات ديالو. فعلا مروان اول ما وصل الناظور شد الطاكسي عاوتاني ونيشان غادي يمشي للميناء ديال بني نصر باش يقاد الاجراءات ديالو. اول حاجه دارها فاليدا البي اللي خوه كان مقطعها له، وثاني حاجه داز عند السلطات المغربيه يعني الديوانه، قدم لهم الباسبور، الوريقات، البي ديال الباطو، يعني الامور ديالو كلها كانت مضبوطه. وفعلا اول ما دخل الباطو بدا كيتواصل مع العائله ديالو، كيصيفط لهم صور فيديوهات. الولد باقي صغير وكان مبهور بداكشي اللي كيشوف، اي حاجه كان كيشوفها في الباطو الا كان كيصورها للعائله ديالو. ملي طلع للباطو، ملي الباطو بدا كيتحرك، ملي بداو كيشارجيو الطوموبيلات، مروان كان كيتواصل مع الاخ ديالو الكبير اللي هو محمد، ومع الام ديالو ومع الخاله ديالو. الباطو اللي كان غادي يركب فيه نورمالمون كان غادي يخرج مع 11، ولكن دار واحد الروطار ما غيخرج من الميناء ديال بلي نصر حتى دار 12 ونص ديال الليل. مروان ما حدو عنده الريزو في التليفون ديالو، هو كيتواصل مع العائله، كيصيفط لهم داك الفيديوهات اوديوهات،
كيهضر معاهم ابل واتساب. ولكن ملي دار 2:30 ديال الليل يسوقفوا الرسائل ديالو. العائله قالوا هذا واحد الامر اللي عادي بحكم انه كاين في وسط البحر، يعني الريزو غادي يمشي. خوتو كل واحد مشى لبلاصتو ينعس، حتى الام والاب ديالو نفس الشيء. ومن 2:30 ديال الليل مروان الاخبار ديالو تقطعات. الام ديالو من بعد ما فاقت صلات الصلاه ديالها حاولت انها تصيفط له ميساج، لان على حسب ما قال لهم مروان، قال لهم انا ملي غنوصل لاسبانيا راه ما غادي يجي مورايا حتى شي واحد. انا راه هضرت مع الدراري اللي كاري معاهم قالوا لي غادي نجيو موراك، قلت لهم بلاش. الحاجه اللي غديروا خليو لي الباب اما مردوده واما خليو لي الساروت في شي بلاصه. انا غير غادي ننزل من الباطو، غنشط الطاكسي اللي غادي يكلفني واحد 5 ديال الاورو، ماشي بزاف، ما عندي لاش نعذبكم. غندخل نعس نرتاح وتنفيق ديك الساعه نسلم عليكم. مو قالت ارا شنو غادي ندير؟ نصيفط له واحد الميساج نشوف ولدي كيفاش وصل. صيفطات له واحد الميساج فوكال، ولكن الميساج ما كانش كيوصل. الواتساب كما كتعرفوا ملي كنصيفطوا شي اوديو شي تصويره او لا اي حاجه كيطلعوا واحد 2 ديال الشراطي، ولكن داك التليفون الاخر الا ما كانش فيه الريزو كتكون كاينه غير شرطه وحده. وداك الشيء اللي وقع. ملي صيفطات له الام ديالو الميساج لقات ان الميساج ما كيوصلش. فيقات خوه الكبير قالت له خوك راه مازال التليفون ديالو ما شعلش. وفعلا خوه حتى هو ناض داك الساعه من النعاس بدا كيصيفط له ميساجات، ولكن كاع الرسائل ما كانوش كيتقراو. قال لها شوفي امي واقيلا راه وصل عيان، تليفونه طفاه وبغى ينعس يرتاح. وفعلا كملوا النهار ديالهم حتى دار تقريبا داك 12 ديال النهار. هاد الوقيته الدراري اللي ساكنين مع مروان حتى هما كانوا فاقوا من النعاس. هما كانوا كيتوقعوا انهم اللي غادي يفيقوا غير لقاو مروان ناعس في بلاصتو، ولكن ملي قلبوا لقاو ما كاين لا مروان لا الشنطه ديالو لا حتى شي حاجه. هما في الاول كانوا متردين انهم يخبروا العائله ديالو، ولكن ملي عيطوا لصحابهم بداو كيسولوا واش حتى شي واحد ما عنده خبر على مروان. داك الساعه كانوا مضطرين انهم يتواصلوا مع اخوه الكبير، قالوا له ان مروان راه ما جاش. هنا العائله كما كيقولوا بداو كيترونوا في غيكون مشى هاد الولد. هو نورمالمون غادي ينزل مع 5:30 او 6 ديال الصباح غادي يكون في اسبانيا، ولكن لحد الساعه ما كاينش الاثار ديالو سواء في الميناء او لا الدار اللي كاري فيها. قالوا بلا ما نتسرعوا غنصبروا واحد شويه، ممكن ان الولد يكون تلاقى شي واحد في الباطو مشى يبات معاه، ممكن ان السلطات الاسبانيه بحكم ان الولد عاد صوب الوراق مشى للمغرب وعاوتاني داخل اسبانيا داروا معاه شي اجراءات. المهم قالوا غادي نترصاو واحد شويه تنفهموا شنو واقع. ولكن جا الليل ومروان ما عندهم عليه حتى شي خبر. هما في اسبانيا كان عندهم واحد السيد اللي كيجيهم من العائله واللي هو راجل خالتهم، وكان كيعيش في المدينه ديال خيخون. عيطوا له قالوا له ها شنو واقع؟ الولد راه لحد الان ما مشاش للدار ديالو. راجل خالته قال لهم غادي نتسناو هاد الليله، الا ما بانش الاثار ديالو داك الساعه غادي نمشي عند البوليس وغادي ندير الديكلاراسيون ديالي. وفعلا لا غد ليه في الصباح ومن بعد مرور 24 ساعه راجل خالته مشى عند البوليس في المدينه ديال خيخون ودار واحد البلاغ رسمي على الاختفاء ديال مروان. ولكن هنايا العائله غادي تصدم بواحد الخبر اللي هما ما كانوش متوقعينه اصلا، واللي كيقول ان مروان اصلا ما وصلش للحدود ديال اسبانيا من جميع المعابر. اي مدينه ملي كيشوفوا النقاط الحدوديه ديالها كيلقاو ان الولد ما دخلش نهائيا لاسبانيا. هاد الشيء كان شي حاجه اللي مستحيله، لان العائله ديالو كانوا متاكدين ان الولد خرج من المغرب ركب في الباطو واتجه لاسبانيا. ولكن اسبانيا السلطات ديالها كيقولوا ان مروان المقدم ما وصلش نهائيا لاسبانيا، يعني النقاط الحدوديه تم التفتيش فيها ما لقاو حتى شي خبر على هذا الولد. هنا العائله ديال مروان كلشي بدا كيترون. هذا الولد في غيكون مشى، ياك ما طاح في البحر، ياك ما وقعت له شي حاجه في وسط الباطو. وهذه اسئله اللي كانوا غير كيقولوها بينهم بين راسهم، حتى النهار اللي واحد خالهم كانت عنده الفيزا ديال اسبانيا قرر انه غادي يمشي بيديه للمدينه ديال مونتريال، وحتى هو غادي يدير واحد الدعوه عند الشرطه. ملي مشى عندهم وعطاهم الصوره ديال جواز السفر ديال مروان وصوره ديال البطاقه الاقامه ديالو، قال لهم ان اصلا الديكلاراسيون دار في مدينه خيخون، والديكلاراسيون الا دار في اي مدينه كيكون متعمم على اسبانيا كامله.
خالو ملي سمع هاد الهضره من عند السلطات الاسبانيه قرر انه غيتحرك، لان العائله ديال مروان هي اللي كانت كتقول له شنو يدير. مشى عند واحد المحاميه اسبانيه وعطاها جميع الادله على ان مروان طلع للباطو داك الليله، صيفط لعائلته تصاور، صيفط لهم فيديوهات، يعني هو كان موثق الرحله ديالو كما كيقولوا لحظه بلحظه. المحاميه من بعد ما شدات منه داك الوثائق مشات باش دير واحد البلاغ رسمي على الاختفاء ديال الشاب مروان المقدم. السلطات الاسبانيه طلبوا منها شي وثيقه رسميه من عند السلطات المغربيه اللي كتثبت فعلا ان مروان داز في الحدود المغربيه وركب في الباطو اللي تابع لواحد الشركه اسبانيه. وفعلا الاخ ديالو غير سمع هاد الهضره غيمشي يطبق داكشي بالحرف، مشى للمنطقه الحدوديه اللي كاينه في بني نصر لعند السلطات المغربيه اللي كانوا متعاونين مزيان. ملي قال لهم خويا داك الليله واش ركب من هنايا، فعلا عطاوه واحد الوثيقه ان مروان المقدم جواز السفر ديالو تم التنقيط ديالو نهار 20 في شهر 4 من سنه 2024. الاخ ديال مروان اول ما خدا داك الوثيقه الرسميه غيمشي مباشره لواحد المكتب اللي كيبيعوا فيه التذاكر تابع لداك الشركه الاسبانيه واللي كاين في الميناء ديال بني نصر. الاخ ديال مروان اللي هو محمد قال لهم انا بغيت نتاكد واش خويا داك الليله فاليدا التيكي ديالو باش غادي يمشي لاسبانيا او لا ما فاليداهاش، يعني الاسم ديالو واش كاين ضمن المسافرين ولا ما كاينش داك الليله. فعلا الموظف ديال داك الشركه غادي يجبد له واحد الكشف ديال الاسماء اللي كان فيه جميع المسافرين اللي مشاو في الرحله داك الليله، ومن ضمنهم الاخ ديالو اللي هو مروان المقدم. قال له ان الاخ ديالك جا وفاليدا البي ديالو ومشى باش يركب في الباطو. يعني لحد الان 100% ان مروان وصل للميناء ديال بني نصر، فاليدا البي ديالو، وصل الحدود، داز عند الديوانه، الامور ديالو كلها مضبوطه، بالاضافه لجميع الفيديوهات تصاور اللي كان كيصيفط العائله ديالو. هنايا المحاميه من بعد ما خدات جميع الوثائق الرسميه وتاكدوا من الهضره ديال الاخ ديال مروان غتمشي عند البوليس باش يتجهوا لشركه النقل الاسبانيه. اول حاجه طلبتها لهم هو التسجيل ديال الكاميرات، ولكن الشركه قالوا ان الكاميرات ديال الباطو ديال داك الليله كانوا ما خدامينش، وهذه شي حاجه اللي مستحيل انها توقع في هذا الوقت. بالاضافه ان هاد الشركه ديال النقل البحري الخط اللي عندها ما بين بني نصر والميناء ديال مونتريال الاسباني غادي توقفوا لمده ديال عام كامل، وهذه شي حاجه اللي ماشي في الصالح ديال الشركه. المحاميه ملي كيعيطوا للعائله ديال مروان وكيطلبوا منها الجديد في القضيه كتمشي معاهم غير بالصيغه ديال التسويف، كما كيقولوا اليوم غدا انا سولت هنا، انا درت هنا، انا قديت هاد الامور. العائله ديال مروان بداو كيملوا لان حسوا بالتماطل من الطرف ديال المحاميه هي الاولى. اما الشركه كما كيقولوا ما كاينش اذان صاغيه. السلطات المغربيه دارت اللي عليها وكانوا متعاونين حتى لاقصى درجه، ونفس الشيء حتى بالنسبه للسلطات الاسبانيه. اما الشركه القضيه ديال الكاميرا فاستغلت فيها واحد الثغره اللي كاينه في القانون، لان الشرطه القضائيه الا قدمت واحد الطلب بالتفريغ ديال الكاميرات ممكن ان الشركه ترفض انها تعطيهم التفريغ بالحجه ديال ان الكاميرات ما خدامينش. ولكن الا جا واحد الامر قضائي من عند المحكمه الاسبانيه كتلزم على الشركه انها تعطيهم التفريغ ديال الكاميرات، داك الساعه غتكون ملزمه 100% انها تعطيهم التفريغ ديال الكاميرات. يعني داك الشركه ممكن ان تكون كاينه شي حاجه، داك الشيء علاش رفضت انها تعطيهم التفريغ. انا الحاجه اللي جاتني غريبه ان داك الشركه من بعد ما وقفت الرحلات ديالها لمده ديال عام كامل ما بين الناظور والمدينه ديال مونتريال، عاوتاني يلا الاسبوع اللي فات حلات واحد خط الرحلات اللي كاين ما بين المدينه ديال الحسيمه والمدينه ديال مونتريال. يعني المسافرين بداو كيركبوا من الحسيمه وكينزلوا في مونتريال. ولكن فجاه نفس الشركه غتعلن ان واحد من المسافرين كان راكب معاها طاح من الباطو، وعلى حسب ما كتقول العائله ديالو ان هذا السيد كان عنده مشاكل وضغوطات نفسيه. ملي سولوها شكون هو هذا السيد، فين الاوراق ديالو، فين هو الباكاج ديالو، الشركه قالت ان ما عندنا لا باسبور
لا باجاج لا حتى شي حاجه ديال هذا المسافر. شنو هي الجنسيه ديالو؟ نفس الشيء رفضت انها تعطي اي توضيح. المهم ان شي واحد كان مسافر معاهم طلعت له الدنيا في راسو، رمى راسو من الباطو. هما حاولوا انهم ينقذوه، عياو ما كيديروا الجهد ديالهم، ولكن ما قدوش انهم ينقذوه. يعني هاد الشركه براسها لا هي ولا العاملين ديالها عليهم بزاف ديال علامات الاستفهام. والحاجه اللي غادي تصدمكم واللي انا شخصيا جاتني غريبه هي واحد التعليق اللي كان في الحلقه ديال فاطمه الزهراء العسكري. بعد ما دارت حوار مع الاخ ديالو محمد، واحد السيده دارت واحد التعليق اللي كتقول فيه ان مروان فعلا داك الليله كان راكب معاهم في الباطو، هو دابز مع شي واحد اللي خدام تما، بقى كيتضارب هو وياه. جاو جوج ديال الناس حتى هما خدامين في نفس السفينه، ملي دفعوه طاح على راسو. مروان سخف، داك الساعه هزوه قال لهم غادي نهبطوا عند الطبيب. موراها المسافرين كل واحد مشى في حالاته، كل واحد شد طريقه. وعلى حسب ما كتقول هاد السيده انها مستعده تشهد بهذا الشيء في اي بلاصه كانت. هاد التعليق صراحه ما عرفنا الصحه ديالو، لان مولاتو لحد الان مازال ما تواصلاتش مع العائله ديال الضحيه. يعني ممكن ان هاد التعليق يكون حقيقي، وكاينه واحد الامكانيه انها تكون شي وحده اللي غير باغا تركب على الموجه. يعني هاد الشيء كله مع الوقت غادي يتعرف، وخصوصا الا تبارطاجت هاد القضيه وكل شيء بدا كيهضر عليها. وعلى حسب النصائح اللي عطاو الناس العائله ديال مروان، ان خص ضروري منابر اعلاميه اسبانيه تتكلم على نفس الموضوع، باش هكا حتى اسبانيا دير اجراءات اللي تكون صارمه. كما قلت لكم في الاول ديال القضيه، كنتمنى اي واحد شاف هذه القضيه او هذه الحلقه ما يبخلش عليها بالبارطاج، باش الحق ديال هذه العائله يرجع ان شاء الله في اقرب وقت. والوالدين ديالو مساكن اللي حاسين بالحقره يعرفوا شنو وقع لولدهم على الاقل، واش ميت او لا مازال بالحياه، او لا شنو وقع له في وسط داك السفينه. القضيه ديال هاد الليله هنا غادي تسالي. نتمنى من اي واحد شاف القناه ديالي وطبعا كيعجبو هذا المحتوى ما ينساش انه يشجعني بالاشتراك ويفعل الجرس، باش وقت ما نحط شي حلقه جديده دائما يوصلكم الاشعار ديالها. السلام عليكم.